السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة فيديو جديد، وصفة جديدة، وصفة صيفية بامتياز عفوا. ما شاء الله غادي نحضروا فلفلة مشربلة اللي نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجة حتى ل 15 يوم. البنات تتبقى عندنا رائعة، يعني نرافقوها نديروها كمرافق للأطباق الرئيسية ديالنا. غنبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. هنايا عندي فلفله تقريبا 1 كيلو ديال الفلفله، انا خديت غير الفلفله الروميه. نقدروا نزيدوا معاها شي حبات ديال الفلفله الحاره. انا درت غير الفلفله الحلوه في الالوان، نقدروا نديروا لون واحد، نقدروا نديروها في الالوان كيف ما درت انا، كل واحد على حساب الموجود عنده وعلى حساب الرغبه. هنايا البنات شديت الفلفله، اكيد غسلتها مزيان، نشفتها، ضروري نشفوا الفلفله ديالتنا. هنايا درتها في هذا الصحن ديال الخاص بالفران، دهنتها بواحد نقيطه ديال الزيت صافي، وغادي ندخلها للفران ونخليها حتى طيب تشوى على خاطرها، عاد باش غادي ندوزو نشوفوا الخطوه التاليه شنو هي. وهنايا من بعد ما تشوات عندنا الفلفله البنات بهذا الشكل هذا، انا باقا سخونه عندي، غادي ندوزو نقوها كيف ما تلاحظوا معايا تتنقى بكل سهوله. بامكانكم تسناوها حتى تبرد. بالنسبه لي انا نقيتها وهي باقا سخونه البنات لانني كنت سربانه، فبامكانكم تسناوها حتى تبرد تماما عاد باش ندوزو نقيوها. انا غادي نسالي نقيها ونعاودو نتلاقاو. وهنايا ومن بعد ما نقيت الفلفله ديالتي كامله وحيت الزريعه اللي فيها، يعني حتى دوك الحبات اللي باقيين ان شاء الله غادي نحيدهم كاملين، حطيتها بهذا الشكل. ودابا غادي ندوز باش غادي نقطعها على شكل طولي. بامكانكم تقطعوها على شكل اللي بغيتو، بامكانكم تخليوها حتى هكا حتى النهار تبغيو تجبدوها، يعني تستهلكوها عاد باش تقطعوها. بالنسبه لي انا تنقطعها وتنحتفظ بها وهي مقطعه. فغادي نقطعها على شكل طولي، وغادي نعقبوا نتلاقاو باش نشوفوا الخطوات التاليه. وهنايا من بعد ما قطعت الفلفله ديالي كامله حطيتها في واحد الاناء، وغادي نزيد عليها شويه ديال الكمون الحامض. غادي نعصروا عليها واحد نص حامضه. الحامضه البنات والعطريه التوابل كامله تتبقى على حسب الذوق، كل واحد يحط الكميه اللي تتعجبو اللي تيرتاح لها. بالنسبه لي انا حطيت غير نص حامضه، واحد نص معلقه ديال الكمون، لان عندي الكمون طري مازال مطحون، تيكون مجهد كيف ما تنكونوا عارفين. وغندير واحد شويه ديال الملح في الاول، غندير غير شويه، ومن بعد غادي نخلط ونشوف الا كان باقي خاصها الملح غادي نزيدها. ندير هنايا شويه ديال زيت المائده العادي، وغادي نزيد عليه شويه زيت الزيتون. هنايا زيت الزيتون ما تصورش، ولكن غادي نحطو كذلك في الاخير البنات غتشوفوا معايا. غادي نحك عليها واحد 4 الفصوص وحتى 5 ديال الثومه، وغادي نزيد شويه القزبر والمعدنوس. من الاحسن لو كانوا طريين، ما كانوش عندي طريين درتهم جامدين، يعني نقطعوهم مزيان، نقطعوهم رقاق ونزيدوهم جهد واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق كبار. وهذيك الساعه نخلطوا كل شيء مزيان البنات، ونزيدوا يعني وندوقوا. الا كان خاصها شويه الملح نزيدوها الملح، الا كان خاصها كمون، المهم داكشي اللي حسينا به ناقصها غادي نزيدوه ليها. بامكاننا كيف ما قلت لكم نزيدوا واحد شويه ديال الهريسه
اللي تيبغيها شويه حاره، اولا نديرو فلفله حاره من على الاول، نحطوا هاد الشوا مع الفلفله ومن بعد نقيوها حتى هي ونقطعوها معاها او نقطعوها طريفات صغار. هنايا المذاق ديالها البنات تيجي رائع، تيجي غزال، ما تشبعوش منها. نقدروا يعني نقدموها كيف ما قلت لكم مرافقه لعده اطباق، وخصوصا اطباق المشويات وكذلك الاسماك تجي معاهم رائعه. انا هنا من بعد ما خلطت كل شيء البنات غادي نحطهم في واحد الاناء بهذا الشكل هذا. انا هاد الكميه تقريبا 2 كيلو كيف ما قلت لكم، عطاتني هاد الاناء اللي تيهز الكميه ديال كيلو، يعني لان عارفين فشت الفلفله تتكون وازنه، ولكن فشت يعني فشت شوى تطلق هذاك الماء ديالها تيهبط الوزن ديالها. والحجم ديالها كذلك تيقلال كيف ما تلاحظوا معايا. صافي غادي نديرها في هذا الاناء هذا، غادي نحاول انني نعمره مزيان ونضغط عليه، وفي الاخير غادي نزيد عليه نغطيه مزيان بالزيت. ضروري البنات نغطوه بالزيت باش هاد الفلفله هادي ما يوقع عليها حتى شي حاجه، يعني تبقى كيف ما هي، ما غاديش دير لنا هذيك كيف ما تنقول هذيك الغمال من الفوق ولا هذيك الصوفه من الفوق. فضروري هنايا تنديروا ليها زيت الزيتون، وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه. اهم حاجه ما نقيسوهاش فاش نبغيو نهزو، ما نهزوش باليد ديالنا، نهزو بالمعلقه ولا بشي ملقط ولا بشي حاجه باش نحافظوا عليها لواحد المده طويله، باش تبقى عندنا كيف ما قلت لكم حتى 15 يوم في الثلاجه. المذاق ديالها قد ما تتبقى قد ما هاد المقادير اللي درنا فيها تتولي فيها كثيره وتتجلب لنا ديالها غزاله. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، تنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، الاشتراك في القناه اللي مازال ما شاركش، وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكذلك مشاركه الفيديو مع الاهل والاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده. وكذلك البنات ما تنسونيش من الدعم ديالكم بلي لايك اللي تيشجعوني انني نعطيكم المزيد من الفيديوهات، وكذلك تيشجعوني انني يعني تيعاونوا القناه انها تطلع وانها تنتشر، يعني الفيديوهات تنتشروا، يعني اقترحوا من اليوتيوب. ودابا بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.